على صعيد النقد السينمائي. وهنا يتساءل خبيث ما: هل لدينا من يصغي للنقد؟ الجواب نعم، ونعم بقوة، وخصوصا إن كانت الكلمات مذيلة باسم من عرف بأنه عميد النقاد السينمائيين العرب، صاحب الريادة في تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد في الدفعات الأولى عام 1965، المشترك في إصدار العديد من المجلات السينمائية منذ عام 1969 وحتى الآن، والصادر له ما يزيد عن 50 كتابا تأليفا وترجمة. إنه الصحفي الذي إن سال حبر قلمه لأجل فيلم ما صار الفيلم يستحق المشاهدة. يشرفني أن يكون أحد ضيوف مهرجان دمشق السينمائي 18 وضيفي الناقد والمؤرخ السينمائي الكبير سمير فريد. بالعادة النقاد لا يمتدحوا. طبعا مظبوط. ما يستحقوش المدح. لا مش ما يستحقوش. مزعجين. عندك عدوات كتير استاذ؟ لا 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 لا, لا. عدوات قليلة جدا وعدوات عابرة. البارحة استمتعت بصراحة بمشاهدة فيلم خارج عن القانون الجزائري وبالمضمون الفكري الراقي الذي قدم الثورة الجزائرية في مراحل نشأتها الأولى. ويسرني اليوم أن أتعرف وإياكم على ضيفة إيطالية من ضيوف المهرجان. أعتقد أنه من الصعوبة بمكان حفظ اسمها، لكن رددوه معي. مارتسيا تيديسكي. مارتسيا تيديسكي. That's right؟ جوستو. اوكي. جوستو بمعنى جيد يعني. عبر الفضائية أي جملة صباحية باللغة الإيطالية. تفضلي، هذه الكاميرا. Ciao a tutti, sono estremamente felice di essere di nuovo in Siria. Adoro la Siria, adoro Damasco e soprattutto il Festival del Cinema di Damasco. لم تتعلمي سوى هذه الجملة من العربية؟ No, I learn other sentences. هل تفضلي بالمهرجانات التي تشاركين بها أن تكوني ممثلة بفيلم مشارك بالمهرجان، أم أن تكوني كما أنت